عام 1960 حدث هروب جماعي للمجانين من مستشفى العباسية للأمراض العقلية نتيجة إهمال أحد حراس المستشفى. الأمر اللي أدى إن 243 مجنون يهرب لشوارع العباسية، واستدعى المدير الإداري لمستشفى العباسية طبيب شاطر جدا وقال له أنا عايزك ترجع لي المجانين اللي هربت دي بأي طريقة. طبيب الشاطر المخضرم جاب صفارة وطلب من بعض الموظفين إنهم يمسكوا بيه من ظهره ويلعبوا لعبة القطر وهو بيصفر وينادي توت توت، واللي توقعه الدكتور حصل بالفعل. كل مجنون هارب ركب في القطر ونجح الدكتور يجمع المجانين ورجع بيهم على المستشفى. المشكلة ان عدد المجانين اللي رجعوا مع القطر 612 مجنون، مع العلم ان المجانين اللي هربوا كانوا 243 بس. وسؤالي لو اتكرر المشهد ده دلوقتي كم واحد فينا هيركبوا القطر؟